الناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أرحب بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وبرنامجكم في رحاب الأزهر الشريف، ونحن بالفعل نجلس في رحاب الأزهر الآن نتحدث عن مناسك الحج. الحقيقة المناسك للحج فيها عبر وفيها فلسفة ما وراء ذلك، يعني كما تحدث فضيلة الشيخ أحمد ربيع قبل ذلك عن فقه الفقه، في اسلوب معين يخليك تستشعر ان كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيطلبها مننا بيكون لها وراها فلسفه، وراها طلب معين للهدايه او حكمه معينه، وده اللي بنعرفه من مناسك الحج. بعد ما اتكلمنا قبل كده عن التلبيه، بنتكلم بعد دلوقتي عن الطواف، وهنتكلم عن السعي، وهنتكلم عن الوقوف بعرفات. ربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا هذه الصفات الطيبه وهذه المناسك الطيبه. بدايه اسمحوا لنا ان نرحب بضيف هذه الحلقه فضيله الشيخ احمد ربيع الازهري. برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في الحلقه اللي فاتت حضرتك اتكلمت معانا عن التلبيه، وكان استشعار جميل جدا، وعن لبس ملابس الاحرام. دلوقتي بنتكلم عن فلسفه ما وراء السعي. نعم. ليها فلسفه معينه نحب نعرفها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله وبعد. احنا في اللقاء الماضي عرجنا على فلسفة ومقاصد وغايات ودلالات الإحرام، وذكرنا بأنها 5 أمور: التجرد والتطهر والترك والتزام الحد وتعظيم العورة، مؤكدين أن اللباس الإحرام نفسه هو أقرب إلى الكفن، فلا بد أن نأخذ هذه العظة، وأنه هو في الغالب لباس أبيض، فيحتاج من يرتديه إلى أن يكون قلبه بنفس صفاء هذا النوع من اللباس. ثم بدأنا نتحدث عن التلبية وما فيها من دلالات، وذكرنا بأن التلبية فيها معنى استشعار الجلال والاشتياق لله، لأن الملبي محب، لأن الملبي مشتاق، لأن الملبي طامع، لأن الملبي راغب، لأن الملبي يبتغي المعية. فهذه المعاني كلها تجلت في الملبي. ثم ننتقل في هذا اللقاء مع المشاهد الكريم إلى الطواف. والطواف فيه من الدلالات العظيمة الجليلة. أولا، بعض الناس قد ينظرون إلينا أننا نطوف حول حجر. إيه يا عم هذا الفعل الوثني؟ تقول لهم إيه الناس دول؟ ولذلك نقول له أنت مش مدرك المعنى، أنت مش مدرك الغاية، أنت مش مدرك الفلسفة. أولا، نحن لا نطوف حول بيت بقدر ما نحن نطوف حول رب ومنهج. خلي بالك في اللقطة دي، نطوف حول بيت وإيه ومنهج. وهسأل حضرتك سؤال: الطواف دايما يكون حوالين شيء دائري أسهل ولا شيء مكعب أو مربع أسهل؟ دائري أسهل. دائري أسهل. لذلك لو نظرت إلى صور المجموعة الشمسية والكواكب والسيارة طبعا كلها تدور في فلك دوائر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. طب مش معنى ربنا خلى الكعبة حتى سماها كعبة لتحج ومكعبة؟ ليه خلاها مكعبة؟ ليه ما خلاهاش دائرية حتى يسهل الطواف حولها؟ عشان يقول المعنى ده. يا جماعة ما تحسبوش ان احنا بنطوف حوالين وثن، حوالين حجر، نحن نطوف حول قبلة ورب ومنهج. ولأن المناهج، تأمل، لأن المناهج لا يجوز أن تكون كالدائرة، لأن الدوائر بيسألوا المرأة الأعرابية: أي أولادك أحب إليك؟ مين أكتر واحد من ولادك بتحبيه؟ قالت: هم كالدائرة لا يدرى طرفاها. هم زي الدائرة ما تعرفش أولها من آخرها. ده ما ينفعش مع الكعبة. احنا عاوزين الكعبة واضحة الأضلاع، عشان انت بتطوف حوالين منهج. وبعدين يجي يقول لك ايه، خلي بالك وانت بتطوف، ده اسمه الركن الشامي، انت تمشي من جنبه تطوف حواليه ما تلمسوش ولا تقبله. وده اسمه الركن العراقي، برضه تمشي تطوف من جنبه لا تستلم ولا تقبل. بعد شويه يقول لك استنى، ده الركن اليماني، دوت تستلم بس ما تقبلش. بعد شويه الركن الاسعد، ده تقبل وتستلم. اهي الفروق دي معناها انه عاوز يحط لك الاضلاع واضحه في ذهنك. يبقى احنا واحنا جايين نطوف ايها الطائف
أنت تطوف حول منهج الله، والمناهج لابد أن تكون واضحة، ولا بد أن يثمر الطواف في قلبك خشية لله والتزام بمنهج ربنا سبحانه وتعالى. أدي دي لقطة. اللقطة الثانية في الطواف إن لما بنيجي نطوف بنخلي الحجر الأسعد على إيدينا الشمال. طب ليه ما نخليش الحجر على ايدينا اليمين؟ ما احنا كل حاجه بنقول تيامنوا فان في اليمين بركه. صحيح. قال لك احنا لما نحط الحجر الاسعد على ايدنا الشمال قلب. هنبدا اولا ناحيه القلب، الناحيه الثانيه هنطوف عكس عقارب الساعه. ودي فيها ملمحين. الملمح الاولاني ان كل الكواكب وكذا كله بيدور عكس عقارب الساعه، فانت كمان هتستقيم مع بقيه الكائنات في هذه النقطه. الشيء الثاني، مش ربنا بيقول لك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه. احنا عاوزين نرجعه لمرحله الصفر ليوم ولدته امه، فنعمل له ايه؟ ابدا الطواف عكس عقارب الساعه، فكلما تلبست بفقه الطواف والخشوع والخشيه وكانك اذ تطوف عكس عقارب الساعه تعود الى الوراء فتمحى الاثام وتمحى الذنوب حتى تعود كيوم ولدتك امك. يا ريت السنين ترجع لورا، هترجع بهذه اللقطه ان تطوف حول هذا البيت العظيم بهذه النيه الجليله. ويجي بعد شويه يقول لك وانت جاي تطوف يا راجل كده في اول 4 أشواط اظهر لنا الجانب الايمن كده، القوه عشان نبرز عزه الاسلام وفضل الاسلام، ونبدأ ندي صورة ذهنية للخلق بأن هذه الأمة متجردة لله، وأن هذه الأمة لديها شغف بمرضاة الله سبحانه وتعالى. بعد حضرتك ما بتخلص الطواف ما بتمشيش، بنقول لك روح صلي ركعتين في مقام إبراهيم، ورا مقام إبراهيم. اشمعنى مقام إبراهيم؟ وليه بيخلينا نصلي ورا مقام إبراهيم؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هو مين اللي بنى؟ مش إبراهيم اللي رفع القواعد؟ فعاوز يقول لنا يا جماعة أي حد فيكم يبني أو يعمر قدروه واعملوا له مقام. الأمة محتاجة تقدر من يبني ومن يعمر، كما قدر الله ما قام به سيدنا إبراهيم وما قام به سيدنا إسماعيل. ده اختزال لنموذج لأسرة إيمانية رفيعة هي أسرة سيدنا إبراهيم. فبيقول لك صلي خلف مقام إبراهيم تعظيما لله عز وجل وحمدا لله عز وجل وإدراك لهذا الفعل. شوف أهو، شفت اللي بنى مقام البيت فرفع الله مقامه. وبعدين ديت زي ما بييجوا يعملوا مثلا هنبني مبنى للمشيخة جديد، فيجي يحط لك طوبة الحجر الأساسي. صحيح. هي دي الحجر، هي دي بداية التشييد. صحيح. وتفضل موجودة وتخلد من بنى حتى مرت السنين. بعد ما بيخلص نقول له وانت جاي تصلي ركعتين اقرا لنا في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرا لنا في الركعة الثانية قل هو الله أحد. ليه؟ عشان اللي أنا قلته في أول الحلقة، عشان ما حدش يقول لك الله ده بيطوفوا حوالين حجر هم وبيقولوا لهم صلوا خلف مقام إبراهيم وده كمان حجر. نقول له لا، ده بيقول له كل هذه أوامر لنراك تمتثل أو لا تمتثل، فإن صليت فتبرأ من كل كفر ومن الكافرين، قل يا أيها الكافرون، ثم قل في الركعة الثانية قل هو الله أحد. يبقى بيجعلك تتبرأ وبيجعلك تخلص لله سبحانه وتعالى. يبقى حتى اختيار الصورتين في القراءة خلف مقام إبراهيم ليهم غاية وليهم هدف. طيب والبيت اساسا مبني تحت العرش، فكنا لما كانش فيه تحديد بالحجر كنا هنعرف المكان ازاي؟ ما هو دي نقطه برضو ان هو ربنا اللي حدد المكان. ايوه هو اللي حدده، هو اللي قال. بس لو ما كانش فيه هذا الحجر الموجود تحت كنا هنعرف منين؟ فده تحديد عشان نعرف المكان مش عشان هنطوف عليه حجر. هو الحجر وده ليه كلام كبير جدا يمكن نعمل له حلقه، لان الحجر ده كان هيتنقل كذا مره، وبعدين سيدنا الشيخ الشعراوي كان في المملكه العربيه السعوديه لما حب ينقلوا الحجر وكانوا خلاص عملوا له مكان وهينقلوه عشان يوسعوا الطواف، قال لهم ما ينفعش. قال لهم ما ينفعش. ليه يا مولانا؟ ما هو النبي نقله. قال لهم ده النبي مشرع. ولما جه سيدنا عمر بن الخطاب ساعة ما حب يبني الكعبة وينقل الحجر، جه مكان الحجر كده وضرب زي يعني حاجة في الأرض أو جاب حبل وقاس فعارف مكان الحجر. فلو أن هناك من كان يقدر أن يبدل مكان الحجر كان عمل سيدنا عمر. تمام صح. سيدنا الشيخ الشعراوي ينام، فبعديها يجي له سيدنا إبراهيم في المنام ولسان الحال وكأنه يقول له حفظت مقامي حفظ الله مقامك. فلما أنا رجعت الكتب التفاسير من يرى إبراهيم في المنام قال لك كل من يرى إبراهيم في المنام تفسيره أنه سوف يختبر ويبتلى ويكون إماما في المنتهى. وهذا ما كان مع الإمام البخاري حيث ولد وهو صغير وكف بصره وهو عنده 4 سنين، أمه نايمة زعلانة قوي وبتعيط عليه، يجي لها سيدنا إبراهيم في المنام يقول لها أمي ربنا شفى ابنك، فتلاقيه فتح. وبعد كده الإمام البخاري هو من هو. دي لقطات للإخلاص، بس احنا بنجري كده عشان الخير بتاعنا.
المصطفى تحلى ولو صعبة، فيها السلام والصفا والمروة والكعبة. الرحلة للمصطفى تحلى ولو صعبة، فيها السلام والصفا والمروة والكعبة. يسعى الجميع ويطوف وألوف وراها ألوف، يسعى الجميع ويطوف وألوف وراها ألوف، يسعى الجميع ويطوف وألوف وراها ألوف. على جبينهم تاج كله إيمان وسرور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وبحور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. وفوق جبل عرفات الكل بيلبي بالدمع والدعوات لبيك يا ربي. وفوق جبل عرفات الكل بيلبي بالدمع والدعوات لبيك يا ربي. اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران، اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران، اكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران. وعلى جبينهم تاج كله إيمان وسرور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وبحور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وبحور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. بعد صاحبنا ما بيصلي الركعتين تمام. نقول له روح اشرب من ميه زمزم. الفلسفه ايه بقى من شرب هقول لحضرتك حاجه، اصل بعد ما تشرب من زمزم بتبدا السعي. صح. هاجر ما سقيت من زمزم الا بعدما سعت، وانتم يا امه محمد تسقون من زمزم قبل ان تسعوا. الله هي شربت من زمزم بعد ما سعت، لكن ربنا بيحبنا هيشربنا من زمزم قبل ما نسعى. عشان لما نلج الى الله ما نخشش من باب اسقيني وكلني شربني، لا، ما تخشلوش من المطالب دي، خش له من باب الانكسار. مدخل السعي انكسار. الله. مدخل السعي انكسار. ولذلك هتجد ختامه يقول لك احلق شعرك، عشان انت عند الملك، انت بتتذلل للملك. الله. وانت داخل عند الملك عمال مضطرب، مره تمشي بالراحه مره تجري. وبعدين بدأنا في المسعى بالصفا ولم نبدأ بالمروة. ليه؟ أول حاجة ننتهي على قال لك لأننا نبدأ بما بدأ الله به. ربنا بيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فربنا قال الصفا وقال المروة. لكن في لقطة تانية، المروة من الري والسقي، والصفاء الصفا من الصفاء. فيا أمة محمد وكل بني آدم وكل إنسان، ربنا مش هيرويك ولا يسقيك إلا إذا كنت من أهل الصفاء. صفاء القلوب، إخلاص النية للمقصود، صدق توبة للمعبود، البعد عن أهل الصدود، كثرة الركوع والسجود، التضرع بالدعاء والقنوت، التصدق والجود، التودد للودود، تذكر وحشة القبر والدود، الاستعداد لليوم المشهود. وصايا لابد أن يتلبس بها مين؟ صاحبنا اللي بيسعى. وهو جاي يسعى نقول للراجل تعالى بين العلامتين وهرول، عشان يبقى حالك كده مع ربنا. ممكن يجي لك حالة من الكسل فتمشي بالراحة، بس لازم تجي لك لحظة تعوض وتهرول وتقبل على الله. وعشان يصدق عليك ان انت لما جيت له تمشي من جاءه يمشي جاءه هرولة. أما لما تجي له هرولة هيعمل لك ايه؟ شفت العطاء الوفير. طب وبعد كده يبدأ صاحبنا يسعى 7 أشواط، بيعلمه السعي. أول حاجة شوف لفظة السعي، كلمة السعي يرجى منها العطاء. فلما بلغ معه السعي على سيدنا إبراهيم، يعني الإنسان عندما يرجى منه العطاء يقول لك خلاص ده كبر، وروح اسعى مع أبوك، اشتغل مع كذا. فبالتالي في لقطة مهمة جدا هي صناعة الأمل. ستنا هاجر تقف على جبل الصفا فتتخيل ان في ميه على المروه فتجري فما تلاقيش، وترجع عند المروه فتتخيل ان في ماء عند الصفا. كم شوط يا استاذ محمود؟ كم شوط ايها المشاهد الكريم؟ 7 أشواط. كانت ممكن تيجي عند الشوط السادس وأنا تعبت، ده انا بيتهيألي. امال ايه اللي خلاها تعمل كده؟ حاجتين العلماء قالوا عليهم: امل فسيح وعمل صحيح.
عندها أمل أو في ربنا، عندها ثقة في ربنا. ما هي اللي قالت لسيدنا إبراهيم يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو ربنا أمرك بده لما أنت جيت، ربنا أمرك بده لما أنت جبتني هذه الأرض؟ قال لها أيوه، ربنا اللي أمرني. قالت إذا لن يضيعنا. فالشاهد في المسألة أن العبد المؤمن المتلبس بكمال قيم الإسلام والإيمان يدرك فقه العلاقة مع الله، اللي هي صلة، اللي هي ثقة، اللي هي استسلام، اللي هي أخذ بالأسباب. الأربع حاجات دول عملتهم السيدة هاجر. عندها ثقة في ربنا لما قال لها سيدنا إبراهيم ده ربنا اللي أمرنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. يبقى عندها ثقة. رقم 2 عندها صلة، عمالة تدعو، لكن في نفس الوقت خدت بالأسباب في السعي بين الجبلين، وفي المنتهى لديها يقين وثقة في الله أنه هو هيطعمها وأنه هو يسقيها. يبقى شبابنا وكل أمة كلها وهي نحن في شدة وفي ألم، اعلموا بأن الألم يتحول إلى أمل، والمحن تتحول إلى منح إذا كانت هناك نوايا صادقة، وإذا كان هناك عمل، وإذا كان هناك إخلاص. فتلك بعض اللمحات التي أخذناها من الطواف ومن الصلاة خلف مقام إبراهيم ومن سقيا زمزم ومن السعي بين الصفا والمروة، والذي يختم بأعلى درجات التذلل والانكسار، حيث يخضع العبد رأسه لله ويقول لهم يلا يا جماعة شيلوا بقى الزينة. شوية الشعر دول بتوع الزينة، تجيبهم على جنب، تنزلهم على قدام، تحط لهم جل، تعمل لهم كذا، شيل. وبعدين دعا النبي للمحلقين هاتها على الأرض، عشان كأنك استأتي بالشعرة إلى منبتها، كأنك تعود بهذا الجسد إلى نشأته، إلى أصل الخلية، إلى النبت. فإذا عادت الشعرة بعد ذلك لتنبت سوف تكون في نبت الطاعة، في نبت الطاعة، لأن من حج ولم يرفث عاد كيوم ولدت أمه. فإياك أيها الحج بعد أن تجعل هذا النبت ينبت في الطاعة وفي كذا أن تعود كالمرأة التي نقضت غزلها فتعود إلى المعصية والذنب، ونسأل الله عز وجل القبول. آمين يا رب العالمين. أنا بشكر حضرتك على كل ما تفضلت بيه، وبشكر كل حضرات السادة المشاهدين اللي تابعونا، ونرى لحظات طيبة وليلة التروية ثم الوقوف بعرفات، هذه المشاعر الطيبة التي تتجلى فيها رحمات الخالق سبحانه وتعالى، وأن ندخل إلى باب الله سبحانه وتعالى بالانكسار والتذلل، وإن احنا نستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه احنا لما نتذلل إلى الله ربنا غفور رحيم، بيغفر لنا ويسامحنا ويعطينا الأمل ويعطينا أكبر من ذلك الرحمة، مغفرة ورحمة خير مما يجمعون. وده اللي في الآخر احنا كلنا بنحاول نوصل له، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفيد برحماته على مصر وبتجلياته بالخير على مصر بإذن الله، فضل من الله مش بعملنا ولكن بفضله. علينا نعمل اللي علينا، ده صحيح، بس في النهاية زي الجنة احنا مش بندخلها بعملنا، بندخلها برحمة ربنا، وده اللي بننتظره من الله سبحانه وتعالى. احنا نصلح بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين بعض، وننتظر أن تتنزل رحمات ربنا سبحانه وتعالى على مصر بإذن الله. بتمنى للجميع يوفق في الحج، بتمنى اللي ما كانش ليه نصيب السنة دي إن شاء الله يكون السنة الجاية من حجاج بيت الله الحرام بإذن الله، يكون من حجاج البيت ويفوز بالجنة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.